السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي يا جماعة، جبت لكم اليوم مسلسل كتير حلو، عن جد كتير حبيته. هلأ عم بتفرج، وصلت I think للحلقة 8. كتير حبيته عن جد، لهيك قلت خليني أعمل فيديو وشارككم بهذا المسلسل. بس أولا لأنه هذا الشيء غير مجدي يعني للنفع، فخلينا نقول أستغفر الله، الحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وهلا خليني احكي لكم. اول شيء رح احط لكم رابط المشاهده، لانه هذا الويب سايت فور فري، يعني مجاني، فيك تشاهد كل شيء مجانا. فبس بتحطوا حلقات مسلسل حب يشفي tvdarkdiary.com، او بس اكبسوا على اللينك اللي انا رح احطه. فهذا المسلسل أولا مسلسل صيني، كتير حبيته. I think فيه 16 حلقة أو هيك شي، 16 20 حلقة. طبعا رح يحطوا كل الحلقات، لا مو 16، في 20 حلقة حسب ما شفت. وهن عم بيحطوا، يعني مثلا أنا اكتشفته من 3 أيام، كانوا بس في الحلقة العاشرة. هلأ حطوا يعني 6 حلقات تانيين، فلا تخافوا رح يحطوا it's updated. فهذا المسلسل مثل ما قلت لكم صيني، كتير حبيته لأنه مغاير للعادة. يعني هون كتبوا شو القصة وشو هذا الشيء. أوكي، بيتكون من 36 حلقة مو 20 حلقة مثل ما قلت لكم أنا. ومو كتير طويل الحلقة، يعني مثلا عن جد بتقدروا تكملوا المسلسل في يوم، في يوم تقدروا تكملوه. وما انه قديم كتير، هو كان من 2023. وكتير عن جد حلو لأنه القصة هيك شيء مغاير. اوكي خليني اقرا احسن من انه اتكلم كتير. فهذا المسلسل يروي قصة روان ليو تشانغ، اوكي ليو تشانغ التي وبعد 7 سنوات من الزمن تعود إلى مسقط رأسها وتعمل كجراحة أعصاب في مستشفى بيبيا. آه ما بدي احرق لكم القصة عن جد، بس رح اقرا هذا الشيء، ما بدي اقول لكم ولا شيء. فالصدمة الكبرى تكمن في انها تلتقي هناك بالبطل تبعنا تشيتشيان، زميلها السابق وزوجها القديم. يب، وهو كمان جراح أعصاب متمرس في نفس المستشفى اللي هي إجت لحتى تشتغل فيه. فهون بيقولوا إنه نينج يصبح مرشدا لها مهنيا، فبيعوضها على الماضي اللي عاشوا فيه. تتعاون روان وينينغ في حالات طبية صعبة. عن جد هذا كتير كتير هذا الشيء كتير حبيته، لأنه أنا مثلا ما بحب المسلسلات اللي في المستشفى وهيك شيء، بس هذا عن جد مسلسل كتير حلو، وبتحس إنه مثل اسمه عم يشفي عن جد. فخلال مشاركتهما في إغاثة طبية في إفريقيا، تتعرض البطلة لإصابة خطيرة أثناء إنقاذ المرضى. فتصر البطلة على أو البطل بيتعرض لإصابة سوري، فالبطلة بتنقذه، تبذل قصارى جهدها لإنقاذه من الموت. وهون بتحس إنها بتحبه مرة تانية. إيه يب 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 يب. مثل ما قالوا هون، مع مرور الوقت تتجاوزهما تجارب صعبة، فيبدأ الاثنان في فهم الحياة بشكل أعمق وإعادة بناء علاقة جديدة بينهما. عن جد كتير حلو. باي ذا واي، أول ما قريت شو اسمه القصة، ما جلبتني أصلا. وقلت إنه يعني ما بحب أنا مثلا مثل ما قلت لكم المسلسلات اللي في المستشفى وهيك شيء طبية. بس حسيتها هيك قصة كتير عادية وغريبة، بس لما تفرجت حبيت. يعني ما راح اقرا كل شيء، بس فيكم تيجوا لهون للويب سايت هاد وبتقروا مين الشخصيات، فريق العمل، بتشوفوا مين هن. يعني كتير حلوين، هي كتير حلوة ما شاء الله عليه، حتى هو كتير حلو طويل أوف. فبتقدروا تيجوا كمان، رح تشوفوا هون السمات والأسلوب. شو يعني سمات؟ يعني نوع المسلسل والله ما بعرف. فمثل ما قلنا هو درامي، بس كمان رومانسي وطبي. بس هيك يعني هيك. بدنا نقرا آراء المشاهدين، والله كتير بيهمني. هناك نقاشات في مجتمع المشاهدة مثل ريدت تشير إلى أن البعض وجد تطور العلاقات في العمل غير متسق. لا أنا حسيته كتير حلو. في بعض أجزاء الحلقات أو الشخصيات تحتاج لمزيد من التطور المبكر في الأحداث. اوكي ميبي في الحلقات اللي بعدها، بس انا لهلا حسيته كتير كتير عن جد كتير حبيته. لكن العمل احتوى على عناصر جذابة ومحطات درامية لافتة. اف، محطات درامية لافتة عن جد. ف لو بدكم تتفرجوا على المسلسل مثل ما قلت لكم، رح احط لكم الرابط هون. ومثل ما بتشوفوا بس بتكبسوا هون مثلا بتتغير الحلقة، تلاقوا الحلقة اللي بدكم إياها. فهذا الويب سايت كتير حلو، ما فيه إعلانات. هذا الشيء أنا اللي كنت you know
أنا ما بدي أتفرج على الإعلانات، فلهيك حبيت إني شارككم بهذا الويب سايت. فلهون بيوفى بينتهي الفيديو تبعنا. بس لا تنسوا أستغفر الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ولا تنسوا صلاتكم، لا تنسوا صلاتكم. يلا باي باي.